نعم، المغرب فاز على اسكتلندا، لكن بصراحة النتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير. بعد الهدف المبكر سيطر أسود الأطلس على معظم فترات المباراة وصنعوا العديد من الفرص الخطيرة، لكن المشكلة كانت واضحة للجميع: سوء الإتمام أمام المرمى. كم فرصة ضاعت وكم هجمة انتهت بقرار خاطئ في اللمسة الأخيرة. إبراهيم دياز قدم لمحات فنية رائعة، لكن في أكثر من لقطة احتفظ بالكرة أكثر من اللازم، بينما كان زملاؤه في مواقع أفضل للتسجيل. أحيانا المراوغة جميلة، لكن التمرير في الوقت المناسب أجمل وأهم. وفي مباريات كأس العالم هذه التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق بين التأهل المبكر والتعقيد في الجولة الأخيرة. صحيح أن المغرب خرج بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم، لكن إذا أراد الذهاب بعيدا في هذه البطولة فعليه أن يكون أكثر فاعلية أمام المرمى وأكثر سرعة في اتخاذ القرار داخل الثلث الأخير. الفوز يفرح الجماهير، لكن تضييع هذا الكم من الفرص يترك الكثير من علامات الاستفهام.